مشاهدينا الكرام، ما زالت تغطيتنا مستمرة في برنامج مع الكتاب. هالمرة نحن مع المعارض المصاحبة لمعرض الكتاب بجدة. اليوم مع معرض مكتبة الملك فهد الوطنية، ويشرفنا أن يكون متحدثا عنها دكتور فهد بن عبد الله الضويحي. حياك الله دكتور فهد. أهلا وسهلا ومرحبا بقناة المجد، وشاكرين لكم تواجدكم في المعرض وتغطية مثل هذه التظاهرات الثقافية في المكتبة، وأرحب بكم وبجميع السادة المشاهدين والمشاهدات. دكتور فهد، لو حبينا نتعرف عن ماهية مكتبة الملك فهد الوطنية. مكتبة الملك فهد الوطنية هي المكتبة الأم للمملكة العربية السعودية، وهي تظل يعني ذاكرة الوطن المشرقة. يعني هي تسعى لجمع النتاج الفكري الوطني والمحلي بجميع أصنافه، وتسعى لحفظه واقتنائه وتنظيمه وإتاحته للمستفيدين، سواء ما نشر داخل المملكة العربية السعودية أو ما نشر عن المملكة العربية السعودية أو ما نشره أبناء المملكة العربية السعودية خارج الوطن. جميل. طيب، بما أنه هي المكتبة الأم للمملكة العربية السعودية، ما هي الخدمات التي تقدمها مكتبة الملك فهد الوطنية؟ المكتبة هي وفقا لنظامها كأي مكتبة وطنية سعت لتحقيق أهداف جليلة جدا. يعني قبل وجودها كانت مفقودة، لعل من أهمها ونظام الإيداع. نظام الإيداع هو نظام وطني تم إصدار قرار ونظام وطني لتطبيقه عام 1414 يسعى لإلزام جميع المؤلفين والناشرين بإيداع نسختين من أي إنتاج فكري جميل. سعودي في داخل المكتبة والحصول على شهادة لإيداعه، ما يضمن جمع هذا النتاج وتنظيمه وإتاحته. هذه أحد الأهداف أو الخدمات الجليلة لإقامة المكتبة، إضافة إلى أن المكتبة تمثل الممثل الرسمي الوطني لتسجيل المطبوعات الوطنية وفق النظام التسجيل الدولي المعياري للكتب، بإعطاء جميع المنتجات السعودية رقم دولي معياري مميز يختلف يمثل الكتاب لا يتكرر في العالم أجمع، إضافة إلى تقديم خدمة الفارسة أثناء النشر للتعريف بالكتب قبل طباعتها. هذا على جانب كمكتبة وطنية. أما الخدمات الأخرى اللي تقدمها المكتبة بحكم أنها مكتبة هي طبعا خدمات إتاحة المعلومات وخدمة المستفيدين والباحثين والاشتراك في قواعد المعلومات. المكتبة تضم اشتراكات يعني تربو عن 100 قاعدة علمية عالمية وعربية متاحة لجميع الباحثين دون استثناء. المكتبة تتميز بأنها تفتح أبوابها للجميع، وليس هناك مثل فئة معينة تخدمهم مثل بعض المكتبات الأخرى. طيب دكتور فهد، لو سألنا أين تقع مكتبة الملك فهد الوطنية في البيئة الرقمية وهي البيئة المكتسحة الآن، ما هو موقع مكتبة الملك فهد الوطنية؟ المكتبة الوطنية الآن تعمل يعني على قدم وساق كغيرها من المكتبات يعني التي تهتم بموضوع التحول الرقمي. من ناحية تحويل المصادر لدينا في المكتبة مشاريع عدة وضخمة ورصدت لها ميزانيات كذلك ضخمة، وكثير منها ولله الحمد رأى النور يعني وأصبح متاح. يعني من أهمها هي مشروع الملخصات الفكرية السعودية، والآن بفضل من الله سبحانه موجود على الموقع، له يعني بوابة خاصة يعرف بجميع الإنتاج الفكري. هناك ما يربو عن 150 ألف منتج سعودي أصبح متاح للجميع رؤية مستخلص عنه وقائمة المحتويات خدمة للباحثين وتعريفا بالإنتاج الفكري للمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاريع رقمنة للصور التاريخية والمخطوطات. المكتبة لديها عدد هائل يربو عن 71 ألف مخطوطة أصلية وتم رقمنتها وضمها ضمن مشروع النظام الوطني لحماية التراث المخطوط، والعمل ساري لاستكمال جميع إن شاء الله هذه الأنشطة. أخيرا لو ختمنا معك دكتور فهد، ما هو الدور الذي تقومون به في معرض جدة للكتاب؟ حقيقة المكتبة تحرص كل الحرص دائما على تواجدها في مثل هذه التظاهرات الثقافية، وتسعى دائما للتواجد. نحن الآن في جناح مكتبة الملك فهد الوطنية نسعى للتعريف بالمكتبة وتسويق خدماتها وتسويق الأنظمة التي تعمل المكتبة على تطبيقها، مثل نظام الإيداع ونظام حماية التراث المخطوط. ونحن ملزمون لتعريف المجتمع ككل
بأهمية اتباع والانصياع لهذه الأنظمة تحقيقا إن شاء الله لبلوغ إن شاء الله مجتمع المعرفة الذي نصبو إليه جميعا بإذن الله. طيب هذه أبرز المنتجات لو عرفت المشاهد عنها. المكتبة يعني أحد أهدافها الله يطول عمرك اللي هو يعني مثل اللي في يديك هذه هي مجلة، مجلة محكمة تصدر مرتين في السنة متخصصة في مجال المكتبات والمعلومات. طبعا في مجال التخصص تعد من أهم المجلات المتاحة، ويسعى يعني كتاب مميزون ويسعى لاستقطابهم للكتابة فيها. وهذا الكشاف الوطني بين يديك هذا أحد الأهداف التي يعني إنشأت المكتبة من أجلها، اللي هي تنظيم المحتويات، تنظيم الإنتاج الفكري والتعريف به. هذا الكتاب اللي هو الكشاف الوطني للدوريات يعمل على التعريف بما داخل الدوريات السعودية من مقالات وصياغتها بطريقة منظمة تسهل على الباحثين إيجادها. طيب نحن نشكر لك دكتور فهد. الله يسعدكم وسعيدين بتواجدنا معكم. أتمنى للقناة كل التوفيق والسداد إن شاء الله. شكرا لك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، هي دعوة لزيارة مكتبة الملك فهد الوطنية والتعرف على أبرز منتجاتها وإصداراتها. إلى هنا تكون انتهت فقرة معارض، وما زالت فقراتنا مستمرة.